هي زوجة أو أخت زوجة شقيق الدكتور محمد مرسي. يعني شقيق الدكتور محمد مرسي اللي هتسمعوها بتتكلم دي أخت زوجته، أخت زوجة شقيق الدكتور محمد مرسي. يعني شالت كارنيه الحرية والعدالة وقالت أنا حرية وعدالة، لكن لا في لا حرية ولا عدالة، وأنا الحزب ممكن أسيبه وما بيعمليش حاجة ولم يحقق شيئا للبلد. كلامها بيستمد أهميته من إنها شقيقة زوجة شقيق الدكتور محمد مرسي أولا. ثانيا قالت لنا كمان مفاجأة إن ابنها متهم في من ضمن المتهمين يعني في محاولة الاعتداء على فيلا الدكتور محمد مرسي ومقبوض عليه. وتعالوا نشوفها وهي بتتكلم، لأنه حديثها أعتقد أنه مهم جدا. هي صحيح في حالة عصبية، لكن من المهم أن نستمع إليها. أنا مش نازلة استفتي خالص، أنا لا هقول نعم ولا هقول لأ، لأن لو قلت نعم أنا عايشة في مجتمع ظالم، ولو قلت لأ برضه في مجتمع ظالم. هل أنا لو قلت نعم هيتصلح حال البلد؟ مش هيتصلح البلد، في ظلم. هقول لأ برضه هيتصلح حال البلد؟ برضه البلد ظالمة. أنا أكبر واحدة اتظلمت أنا وابني. لما يبقى ابني عنده 15 سنة ويتظلم ويتاخد، الولد خارج من درسه ومعاه 2 زمايله، يتاخدوا هم الثلاثة ويتاخدوا ويتحطوا في عربية قوات أمن مركزي بالضرب العصيان بتاعت العساكر. ماشي؟ أنا أولا حرية وعدالة، فين الحرية والعدالة؟ الكارنيه بتاعي أهو، الكارنيه بتاعي أهو، أنا تبع حزب الحرية والعدالة، لا لقيت حرية ولا لقيت عدالة، لقيت ظلم. أنا كمان الدكتور محمد مرسي أنا من العدوة، من بلد الدكتور محمد مرسي، أختي تبقى زوجة أخوه. يعني نسب، يعني بلديات، يعني حرية وعدالة. لا شفنا عدل ولا شفنا حرية ولا شفنا أي حاجة. لما ولد يبقى خارج من الدرس عنده 15 سنة ويتاخد يتحط في عربية ترحيلات ويقعد مستمر حبسه 4 أيام. النيابة برأت ابني. السبب إيه؟ إن كان في تجمهر وشغب يوم الخميس ويوم الجمعة عند بيت الرئيس، البيت اللي موجود هنا اللي في فيلا الجامعة. طبعا البهوات الضباط والعساكر ما قدروش يجمعوا الولاد اللي بيضربوا اللي في قلب المكان، راحوا الاماكن بعيده جدا. ابني متاخد من مكان بينه وبين المكان اللي فيه الشغب والضرب اكتر من 100 متر، يعني حوالي يمكن حوالي 300 متر بين المكان اللي فيه الشغب والمكان اللي ابني اتاخد منه. ابني اتاخد من مكان يبعد نهائيا ولا يمس بصراحه ناحيه الشغب ولا التجمهر ولا المظاهرات اللي كانت حاصله. بتقولي ان حضرتك يعني قريبه الرئيس. طيب مش ليه ما تدخلتي؟ يعني ما خليتيش الرئيس يتدخل لحل هذه المشكله؟ الرئيس يتدخل في ايه؟ الرئيس مش فاضي لحد اصلا، واصلا النائب العام اللي جايبه هو اللي ظلمنا. هنقول الرئيس مش ظلمنا والرئيس ما يعرفش حاجه؟ اللي ظلمنا مين؟ النائب العام.